متنقلة، إضافة إلى 336 طائرة مقاتلة قيل إن 20 منها فقط بكامل جهوزيتها للقيام بمهمات حربية، وتتنوع ما بين طائرات ميراج وإف 15 وميج 23، إضافة إلى أن قوات القذافي تملك 35 طائرة مروحية و400 صاروخ دفاع جوي ثابت. في المقابل حشدت قوات التحالف لتدمير ما سلف ذكره على الشكل التالي: بريطانيا وضعت في خدمة العملية 71 قاذفة من طراز يوروفايتر تيفون، إضافة إلى 136 طائرة من طراز تورنيدو، إضافة إلى 7 طائرات أواكس للتجسس، وكذلك طائرات لتزويد الطائرات بالوقود في الجو من طراز سي-10، إضافة إلى 3 سفن حربية مزودة بصواريخ توماهوك. أما الولايات المتحدة فتشارك ب 42 طائرة من طراز F-16 وطائرات F-22 المعروفة بالشبح ووحدات تشويش على الاتصالات الليبية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات USS انتربرايز وقطع بحرية أخرى. فرنسا تشارك بطائرات مقاتلة من طراز ميراج وبحاملة طائرات شارل دي جول، وهي الأهم لدى فرنسا ومدعومة بسفن حربية أخرى. أما كندا فتشارك ب6 طائرات مقاتلة من طراز F-18 وترابط في جزيرة صقلية الإيطالية، وهناك أيضا 6 قاذفات إسبانية من طراز F-18 أيضا. وهي أما الدنمارك فتقدمت من جهتها ب6 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة نقل عسكرية مع 100 جندي بينهم طيارون. وحتى الآن اقتصرت المشاركة الإيطالية على تقديم التسهيلات اللوجستية والقواعد العسكرية الأرضية بشكل عام. هذا وقد أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مايكل مولن بأن